السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل التورته الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. تورته سهله وتزيينها بسيط جدا. اول حاجه بنخبز الكيك. 6 بيضات بحط عليهم معلقه كبيره من المحسن الجل بس مش مليانه، وبضيف عليهم فانيليا. فانيليا سائله او فانيليا بودر الموجوده، وبحط نص كوبايه من الميه ونص كيلو من دقيق الاسبونج. بحطهم في صينيه مقاس 22، بفرد فيها ورقه زبده وادخلها الفرن على درجه حراره 180. بعد كده ببتدي اجهز الكريمه. ربع كيلو من الكريم شانتيه بحط عليه كوبايتين من الميه الساقعه ونص كوبايه من السكر ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام، وبحط عليها معلقتين كبار من النوتيلا. بعد كده بقسم الكيك لاربع طبقات واحشي الكريمه دي، وممكن نحط بقى حشوات، ممكن مكسرات، ممكن كريسبي اللي انتوا حابينه. بعد كده غلفت التورته كده بالكريمه. انا ما حبيتش اكتر عليكم الخطوات، احنا عملنا كيك مع بعض كتير على القناه موجود، بس النهارده الفكره في التزيين. والتزيين فكرته سهلة جدا وبسيطة. بعد ما غلفت الكيكة كده او التورتة كده كويس وحطيتها، دلوقتي هحط بقى الكريمة اللي انا هغلف بيها التورتة. هنا حطيت كوباية من الكريمة، حطيت عليها كوباية من المية الساقعة، حطيت عليها ربع كوباية من السكر، وحطيت عليها رشة بسيطة من الفانيليا. بعد كده بضربها بتبقى كريمة متماسكة كده. بعد كده هبتدي الون الكريمة دي. بحط كده نقطة من اللون الاصفر واشوف الدرجة بتاعتها هي دي الدرجة اللي انا عاوزاها ولا لا. يعني بحط نقطة بنقطة واقلب واشوف الدرجة اللي انا عاوزاها، دي اللي انا محتاجاها في التورته او لا. فهنا حطيت حوالي 3 نقط كده من اللون الاصفر، وكل مرة بقلب الكريمة لحد ما احصل على الدرجة اللي انا محتاجاها يعني في التورته. وطبعا يعني من كل خطوة وخطوة في الكيك نحطها في التلاجة علشان الجو حر جدا، علشان ما تسحش معانا. بعد كده هبتدي افرد بقى عليها طبقة الكريمة كده اللي باللون الاصفر. طبعا التورته دي كانت في الفريزر قبل ما اغلفها كده بطبقة الكريمة اللي لونها اصفر دي. موجودة على القناة طريقة الاسبونش بالدقيق العادي، وموجود بالاسبونش الجاهز، وكل حاجة موجودة على القناة ان شاء الله هتلاقوها. بس هنا زي ما انا قلت لكم الفكرة كانت في التزيين، فما حبيتش اكتر عليكم الخطوات. بعد كده هبتدي اغلف كده التورته كلها باللون الاصفر. هنا نقلتها على بورد كده مربع علشان اقدر ازينها كويس واحط عليها الطبرات. شايفين لما احنا بنحط التورته في الفريزر وبعد كده نيجي نغلف عليها طبقه الكريمه، ما بتدخلش مع طبقه الكريمه اللي لونها بالشوكولاته، فبتدينا الطبقه اللي احنا عاوزينها. فنستنى بين كل خطوه وخطوه ان احنا نحط، يعني نعمل الكيك ونسيبه لتاني يوم، نحشيه ونغلفه كده بالكريمه ونحطه في الفريزر، وبعد كده بنبتدي بقى نزينه كده. كل خطوه بتاخد وقتها، فبتطلع معانا التورته حلوه جدا وتزيينها بتكون سهل معانا خالص. هنا بغلف كده التورته معاكم خطوه بخطوه لحد ما اجلسها وتكون شكلها كده متساوي، شكلها ناعم جدا. انا جهزت بقى طبرات اللي هو الاشكال اللي انتوا بتشوفوها، اي شكل انتوا عاوزينه بنجيبه من على موقع بنترست، بننزل الصوره وبنحفظها، ونروح اي استوديو او مكتبه كبيره وبنطبع عليها الصور دي. بعد ما بتيجي مطبوعه في ورقه، احنا بنبتدي نقص بقى كل رسمه يعني بالمقص عادي، وبعد كده بنجيب خلة او نجيب مثلا اعواد من اعواد الشيش طاووق وبنثبتها بمسدس الشمع، وبتكون معانا الطبرات جاهزة. وفي موجود عند مستلزمات الحلواني طبرات جاهزة، بس احنا علشان لما بيكون مطلوب مننا شكل معين فاحنا بننزله من على البرنامج وبنطبعه في الاستوديو بالمقاس اللي احنا عاوزينه. احنا بنحدد المقاس اللي احنا عاوزين نطبع بيه الصورة. هنا ببتدي كده بالمشط بعمل ليها كده خطوط بتكون شكلها حلو قوي، حتى عملتها من فوق كمان بتكون شكلها حلو قوي. بعد كده هنا هبتدي اسيح شوكولاته نوتيلا. الشوكولاته النوتيلا سيحتها ازاي؟ جبت حوالي نص كوبايه من الشوكولاته النوتيلا وحطيت عليها معلقتين زيت بمعلقتين زيت لحد ما احصل على القوام اللي انا اقدر اشكل بيه
الشوكولاته. فالجو حر فانا محتاجتش غير معلقتين من الزيت بس. بقلبهم كده من غير نار ولا اي حاجه، بقلبهم كده مع الشوكولاته، بيبتدي يخف كده الصوص، وبيكون شكله حلو كده. بنقدر نعمل بيه روزيت، بنقدر نعمل بيه صوص زي ما انتوا شايفينه كده، او الدريب اللي انتوا شايفينه ده. بنتحكم بقى بالدريب ان احنا نضغط ضغطه كبيره او ضغطه صغيره، فبينزل بقى زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي افرد كده كمان الشوكولاته النوتيلا كده على الوش. طبعا بيكون طعمها حلو جدا مع التورته، وبيخلي التورته ما بتكونش شكل بس، بتكون لها طعم كمان، طعمها كده بيكون حلو. بعد كده بمعلقه هبتدي اوزع الشوكولاته دي وافردها كده على التورته، بتكون شكلها حلو قوي. بالمعلقه كده ببتدي افردها بالراحه خالص علشان ما ناخدش من الكريمه. النهارده التورته سهله جدا والاطفال بيفرحوا بيها قوي، وسهل ان شاء الله ان احنا نعملها في البيت. بعد كده بلف كده معاكم خطوه بخطوه كده، بفرد كده الشوكولاته. بنكون بقى مجهزين شويه شوكولاتات كده من عندنا، كريسب، ممكن اي شوكولاته انتوا حابينها كده بنحطها كده مع الصور، علشان ما تكونش صور بس، لا بتكون كمان فيها شوكولاتات كده، بتكون شكلها حلو قوي حتى لو حاجات بسيطه خالص. هنا خلاص وزعت الشوكولاته، بقيت شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى دي التوبرات اللي انا مجهزاها. الستيك البيضة دي لو احنا مش موجودة عندنا بنستعمل اللي هو اعواد الشيش طاووق، لكن اللي هي الستيك البيضة دي بتبقى موجودة كده عند اي حد بيبيع الاكياس والحاجات دي، او العلب بتاعة التورت والحاجات دي بيبقى موجودة عندها الستيك دي، بنقدر نشتريها. او لو مش متوفرة عادي اي اعواد عندنا في البيت. هنا حطيت كريسبي كده شوكولاتة. هنا بقى انا كنت كاتبه كده كلمه، اي يعني اسم الطفل اللي احنا عاملين ليه التورته او اي حاجه، بنكتبه بنسيح شوكولاته خام عادي على حمام بخار، وبنحطها في اللي هو بتاع الحروف ده، المولد السيليكون بتاع الحروف، وبعد كده بنحطها في التلاجة ونبتدي نطلع منها الحروف، بتطلع بكل سهوله. عملتها معاكم في فيديوهات قبل كده كتير. هنا حطيت كمان كريسبي كده لونه اصفر علشان يكون لايق كده مع لون التورته. بعد كده هبتدي بقى اثبت الطبرات. حطيت هنا اول صورة كده، ببتدي بقى اشوف المناسب ايه. بحاول اخلي اللي هو الحاجات الطويلة هي اللي ورا، والحاجات الصغيرة بخليها قدام علشان كل صورة تكون باينة كده وتكون شكلها حلو. ابتدي احط كده الصور، اوزعها كده التوزيع اللي زي ما انتم شايفين كده. بحاول اخلي كل حاجة شبه بعضها كده. طبعا هنا كان رقم 6 فحطيته كده من قدام. هنا شوكولاتة كده عملتها من بولة السيليكون اللي هي بتاع البارات الشوكولاتة، وهنا كتبت اسم الطفل وحطيت هنا شوكولاتة اوريو، او نحط اي شوكولاتات احنا حابينها. وبكده خلاص خلصت التورته، شكلها حلو جدا وبسيطه، وان شاء الله ما تاخدش اي وقت. جربوها واتمنى تعجبكم.